هل تساءلت يوما عن قوة الجيش العماني؟ دولة هادئة في الخليج، لكنها تمتلك جيشا حديثا ومدربا على أعلى مستوى. في هذا الفيديو سنأخذ جولة سريعة لنتعرف على قدرات قوات السلطان المسلحة وتسليحها وأهم نقاط قوتها. ولو بتحب المحتوى العسكري ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. القوة البشرية يبلغ عدد أفراد الجيش العماني حوالي 40 ألف جندي تقريبا. ورغم أن العدد ليس كبيرا مقارنة ببعض الجيوش العربية، إلا أن الجيش يعتمد على الاحتراف والتدريب المتطور أكثر من الاعتماد على الأعداد الكبيرة. الجيش العماني يتكون من 3 قوات رئيسية: القوات البرية والقوات الجوية والبحرية السلطانية. والقوات البرية هي العمود الفقري للجيش العماني، تمتلك أكثر من 100 دبابة قتال رئيسية، إضافة إلى مئات المدرعات وقطع المدفعية. كما توجد وحدات متخصصة في القتال الجبلي والصحراوي، وهو أمر مهم بسبب طبيعة التضاريس في سلطنة عمان. أما سلاح الجو فيعد من أكثر الأفرع تطورا. تشغل سلطنة عمان مقاتلات متقدمة مثل F-16 فاينتينج فالكون والمقاتلة الأوروبية يورو فاينتر تايفون. هذه الطائرات تمنح السلطنة قدرة قوية على حماية مجالها الجوي وتنفيذ العمليات الجوية الحديثة. ولا تقتصر قوة الجيش العماني على الطائرات المقاتلة فقط، بل يمتلك أيضا مروحيات قتالية متطورة. من أبرزها المروحية الهجومية AH-64 أباتشي، وهي واحدة من أشهر وأقوى مروحيات الهجوم في العالم، وتستخدم في دعم القوات البرية وتدمير المدرعات والأهداف الأرضية بدقة عالية. كما تشغل السلطنة المروحية متعددة المهام أجوستا وستلاند AW 139، والتي تستخدم في مهام النقل العسكري والإنقاذ والدعم اللوجستي. هذه المروحيات تمنح القوات العمانية قدرة كبيرة على التحرك السريع ودعم القوات على الأرض في مختلف العمليات العسكرية. أهم السفن في البحرية العمانية: من أبرز القطع البحرية التي تمتلكها السلطنة السفينة القتالية آل شاميخ كلاس كورفيت، وهي من أحدث الكورفيتات في البحرية العمانية ومجهزة بصواريخ وأنظمة دفاع حديثة. سفن الإنزال والدعم مثل آل مناسير العشرة، وهي سفينة دعم لوجستي قادرة على نقل المعدات والجنود. كذلك تمتلك السلطنة عددا من زوارق الدوريات السريعة لحماية السواحل وتأمين الملاحة بالقرب من مضيق هرمز، ليس الأكبر في المنطقة، عسكرية محترفة وقادرة على حماية السلطنة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشاركه مع أصدقائك، وكمان اكتب في التعليقات صلي على الحبيب سلام. إلا أنه يعتمد على التدريب المتطور والتسليح الحديث، مما يجعله قوة